عمرك اتفرجت على فيلم عشان نهايته؟ الافلام اللي هتكلم عنها النهارده مش بس افلام عظيمه، بس كمان اتقفلت قفله عظيمه. فالنهارده هنتكلم عن احسن 13 نهايه لفيلم في التاريخ من اللي انا شفتهم طبعا. في البدايه في كذا حاجه هنوضحها. هتقولي ليه 13؟ هقولك عيب عليك، يعني بص على اسم القناه. تاني حاجه عشان نفهم الاختيارات بتاعه القائمه، فكنا محتاجين نحط شويه قواعد نمشي عليها وقت الاختيار. ان مثلا القائمه ما يبقاش فيها فيلمين لنفس المخرج ولا لنفس البطل، ولا الفيلم يكون له جزء تاني، ولا افلام انيميشن. فبسبب كده في افلام كتير بنهايه عظيمه خرجت، بس كان لازم نضحي عشان نوصل ل 13 فيلم وعشان القائمه تكون متنوعه. فتعال نقول الاسماء الشرفيه للافلام اللي ما دخلتش القائمه دلوقتي قبل ما نبدا الفيديو. وصدقني خلال الفيديو هتفهم ليه كل الافلام دي ما دخلتش. طبعا عندنا ثنائيه انفينيتي وور واند جيم، ومن افلام الكوميكس كمان كان في ذا دارك نايت رايزز وواتشمان. ومن افلام الانيميشن كان معانا طبعا نهايه توي ستوري 3 وانسايد اوت وسول. كان معانا باراسايت بس طلع عشان فيلم تاني كوري. كان معانا ذا برستيج وانترستيلر بس طلع عشان فيلم تاني نولان. كان معانا فيريوس 7 وطبعا نهايته بتاعت بول ووكر. كان معانا انجلوريوس باسترز وانس ابون تايم ان هوليوود بس طلع عشان فيلم تاني لتارانتينو. كان معانا ذا جرين مايل بس طلع عشان فيلم تاني لديرابونت. كان معانا ذا ديبارتد وشاتر ايلاند بس طلع عشان فيلم تاني لديكابريو. كان معانا ويبلاش بس طلع عشان فيلم تاني لشازيل. كان معانا انايليشن بس طلع عشان فيلم تاني لناتالي بورتمان. وكان معانا سور الجزء الاول. ومن الافلام المصريه كان معانا هي فوضى بس طلع عشان فيلم تاني مصري. واخيرا الروت ما تعملش انسبسكرايب. كان معانا فايت كلاب بس طلع عشان فيلم تاني لفينشر وفيلم تاني لادوارد نورتون. صدقني انا قلبي مجروح على الافلام دي لانها تعمل ليست تانية وهتكون ليست عظيمه برضه. بس احنا اتكلمنا كتير في اخر حاجه قبل ما نبدا الفيديو فيه حرق لانه فيديو نهايات. فعلى العموم خلي بالك من نفسك يعني. والفيلم رقم 13 معانا هو ابراهيم الابيض. ممثل مروان حامد معانا، والفيلم العربي الوحيد في القائمه. بس انا بحب الفيلم ده وبحب الرحله اللي الفيلم بياخدنا فيها لحد اخر تلت ساعه، اللي هي نهايه ايكونيك، نهايه صعبه عنيفه. بدايه من لما قال له دي نفحه من المعلم فارس، لحد ما قعدوا على القهوه وابراهيم بص في المرايه واستوعب انه اتخان وكان قدامه فرصه يهرب، لان العركه دي هو عارف انه مش هيطلع منها عايش، ولكنه فضل انه يسال صاحب عمره هو باعه بكام، لان 5 بواكي قليلين على ابراهيم الابيض. وموسيقى هشام نزيه ومشهد الحرق وهون عليكي تهوني عليا. وبعدين كلوز اب على ابراهيم وهو بيموت. مفيش ريديمشن، مفيش نهاية سعيدة، مفيش غير حقيقة العالم إنه عالم قاسي. وده اللي كان مروان حامد بيوريهولك خلال الفيلم، إنه عالم قاسي. فلازم نقفل الفيلم بأقصى طريقة ممكنة. يعني دي نهاية ما كانش ممكن تتعمل أحسن من كده، وأنا حطيته المركز الأخير عشان محدش يقول لي ليه حطيته فوق الفيلم الفلاني اللي هو أجنبي، رغم إن نهاية إبراهيم الأبيض تنافس نهايات أفلام أجنبية عادي وتتفوق عليها يعني. وبالمناسبة ده أحسن دور عمله أحمد السقا. بس أنا مش هتكلم كتير على الفيلم ده لأنه هيكون له فيديو منفصل على القناة، يا رب يكون قريب يعني، لأن أنا شغال لوحدي وعلى الموبايل فالفيديوهات بتاخد مني وقت ومجهود مش قليل. المهم الفيلم ال 12 هو امريكان هيستوري اكس. الفيلم ده واحد من افضل الافلام اللي انا شفتها في حياتي، ان ما كانش الافضل من وجهة نظري الشخصيه. فيلم بيديك نظره شامله عن الكره والعنف والخلاص منه، والنهايه بتربط كل ده مع بعضه بافضل طريقه ممكنه. قبل ما اكمل فانا مقتنع ان ادوارد نورتون كان يستحق اوسكار واحده على الاقل في تاريخه، سواء هنا او في فايت كلاب. المهم خلال الفيلم احنا بنشوف ديريك اللي هو شخصية ادوارد نورتون بيتحول من الشخص العنصري المتشدد المليان بالكره والغضب لشخص استوعب ان كل معتقداته دي كانت غلط. بعد ما دخل السجن وفهم الدنيا هناك فابتدى يتغير. المفروض انها رحلة ريديمشن او خلاص، ومش بس لديريك ولكن لاخوه كمان داني. بس بتيجي النهاية بقى وبتديك على دماغك لما تكون مفكر ان خلاص ديريك خلص من كل ماضيه وافعاله، وبيحاول يخلي داني ما يطلعش زيه. بتتفاجئ ان داني بيتقتل من شاب اسود كان داني اتنمر عليه في بدايه الفيلم لو انا فاكر صح. وكانت فعلا لحظه صعبه، مش بس بسبب موت داني ولكن بسبب رساله الفيلم، ان الكره مش بيجيب غير كره زياده، وان دوره العنف من الصعب انك تطلع منها. ميزه النهايه انها ما كانتش نهايه سعيده، خلاص ديريك ما كانش كافي انه ينقذ داني، ودي الحقيقه المره بتاعت الحياه عموما. والمشهد الاخير لما ديريك بيمسك جثه داني مشهد قوي بيمثل عواقب الكره والعنف، وتذكير ان حتى لما حد بيحاول يتغير افعاله القديمه هتفضل تطارده باسوأ طريقه ممكنه. اداء ادوارد نورتون في المشهد ده كان مش طبيعي، تقدر تشوف في وشه الالم والندم وانه بيستوعب انه فشل في انه يحمي اخوه. وبعدين بيجي الفويس اوفر بتاع داني بيقول كلام كان بتاع ابراهام لينكولن تقريبا، بيقول اننا مش اعداء ولكننا اصدقاء، والمفروض اننا ما نبقاش اعداء في المقام الاول، وكلام تاني عن عواقب العنصريه بس عشان وقت الحلقه. فده بيظهر لك ان الكره بيدمر كل حاجه في طريقه مهما كانت. في النهايه امريكان هيستوري اكس نهايته ما كانتش سهله، لان الموضوع اللي بيتكلم عنه ما كانش سهل خالص. نهايته بتخليك قاعد تفكر فيها لفتره طويله بعد ما تخلص، وازاي هي بتوصف الواقع، ازاي بنأثر على الناس بأفعالنا وكلامنا، وازاي من الصعب انك تهرب من الماضي. بس تعالى نروح للفيلم ال11 وهو بالب فيكشن. ممثل تارانتينو معانا، وبرضه واحد من افضل الافلام اللي شفتها في حياتي. الباك جراوند بتاعت موبايلي اصلا بوستر الفيلم، بس نهايته نهايه ذكيه. تارانتينو تفوق على نفسه في النهايه دي. الطريقه اللي قفل بيها كل حاجه في المشهد الاخير كانت حلوه. فاحنا عندنا القصه طول الفيلم ماشيه بكذا خط زمني، بمجموعه كبيره من الشخصيات اللي سكتهم بتتقاطع مع بعض باغرب طرق ممكنه. بس لما بنوصل لنهايه الفيلم بنلاقي نفسنا في بدايه الفيلم في نفس المطعم مع جولز وفينسنت اللي هم جون ترافولتا وسامويل ال جاكسون. بس بتشوف منظور مختلف تماما عن مشهد بداية الفيلم. اللي بيخلي النهاية دي مميزة هو السكريبت. هو بصراحة اللي بيخلي كل أفلام تارانتينو مميزة هو السكريبت. في بداية الفيلم في المطعم ده شفنا الدنيا فوضوية، واحنا عندنا الاتنين الحرامية دول بامكن وهاني باني وهم هيسرقوا المكان، وانت مستني ان الدنيا تنفجر بقى. بتلاقي تارانتينو بياخدك في الرحلة المجنونة بتاعة الفيلم بكل القصص المختلفة دي. بعدين في نهاية الفيلم بنرجع للمطعم تاني وبنفهم جولز بطريقة مختلفة تماما.
تحول جولز في المشهد الاخير من القاتل اللي ما بيهموش حد للشخص اللي بيدور على الريديمشن هو كمان. الخطبه بتاعته كلها كانت فلسفيه وعميقه على فيلم المفروض انه كله دارك كوميدي وشويه عنف. تحسه ما كانش بس بيتكلم مع بامكن ولكنه بيتكلم معانا احنا المشاهدين، بيخلينا نفكر في معنى انك تغير حياتك. بعدين بيجي ميكس حقيقي مميز بين التوتر والكوميديا وانت قاعد مستني جولز يقتل بامكن او فينسنت يقتل هاني باني. بس تارانتينو بيقولك مفيش الكلام ده. جولز بيخليهم يمشوا عادي، وبنشوف فينسنت وجولز طالعين من المطعم بأبطأ طريقة ممكنة وأكتر طريقة كول ممكنة، كأنه يوم زي أي يوم. ففي النهاية بالب فيكشن فيلم أسطوري في طريقة حكي القصص، فكان لازم ينهي الفيلم بشكل هادي بعد كل الجنان الموجود في الفيلم ده. فده اللي بيخلي نهاية الفيلم ما تتنساش رغم إنها مش حدث كبير يعني. تارانتينو بيقفل الفيلم وبيسيبك مع شعور انك فعلا اتفرجت على حاجه في الغالب مش هتشوف حاجه تانية شبهها حتى من تارانتينو نفسه. بس نروح للفيلم العاشر، ندخل في التوب 10، والفيلم العاشر هو بيردمان. المخرج أليخاندرو جونزاليز عمل مسرحيه في هيئه فيلم، مسرحيه بتشيل الخط بين الحياه والخيال والنهايه بتبرز الموضوع ده بالتحديد. فخلال الفيلم احنا ماشيين مع شخصيه ريدن اللي مايكل كيتن اداها بشكل عالمي، وهو بيعاني من فكره انه كان نجم شباك وان كل ده بيروح دلوقتي وبيتم استبداله. الفيلم كله كان متصور كانه وان شوت زي 1917 لو شفته، والموضوع ده بيقوي فكره انك كانك بتشوف فعلا مسرحيه عن الصداع اللي جوه دماغ شخصيه ريدن، ولما بنقرب للنهايه فعليا ما بنبقاش عارفين نفرق بين ايه الحقيقه وايه الخيال، وهي دي النقطه. وفي المشهد الاخير بعد ما ريدن بينتحر على المسرح واللي المفروض انها حاجه احيت الكارير بتاعه تاني، بيصحى من المستشفى وبيكتشف ان المسرحيه كسرت الدنيا، وهنا كانه اخيرا حس بسلام نفسي. ولكن بعدها الفيلم بياخد منحنى تاني، بنشوف ريدن عند الشباك والكاميرا بتدور وشها، فبنشوف بنت ريدن سام اللي عملت دورها ايما ستون بتدخل اوضته فما بتلاقيهوش والشباك مفتوح، فغالبا هو رمى نفسه. ولكن 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 اللقطة الأخيرة بتظهرها بتبص للسما فوق وبتبتسم. اللي بيخلي النهاية دي حقيقة حلوة هي النهاية المفتوحة. المخرج ما اداناش إجابة واضحة وده المميز، هل ريدن وقع مات، ولا أخيرا قدر يطلع شخصية بيردمان وقدر يطير، ولا كل ده مجرد تشبيه للهروب من ضغوطات الحياة. فالغموض كان عامل مميز في النهاية، إن كل واحد قدر يفسر النهاية بطريقته. فاحنا خلال الفيلم بنشوف معاناة ريدن إنه يمثل دلوقتي في ظل إنه كان موضة وانتهت. فالنهاية بتربط كل ده مع بعضه، بتظهر لك إن سواء نجاح أو فشل ريدن دي حاجة احنا ما نقدرش نقيمها بسهولة، لأن الفيلم بيتأمل في طبيعة الشهرة والهوية والربط بين الحياة والخيال مع بعض. نهاية بيردمان كانت مثالية لجو الفيلم، مش واضحة وغريبة وكرتونية بزيادة، لأن الفيلم زي ما بقولك كان مسرحي، مش بس بتقفل القصة ولكنها بتسيبك تفكر شوية على إيه اللي أنت اتفرجت عليه ده، وده اللي بيخليها قوية وما تتنساش بسهولة، لأن الفكرة مش على إيه اللي حصل لريدن بس ولكن على أنت هتفسر اللي حصل له ده إزاي. ندخل بقى في الفيلم التاسع وهو ممثل كوبريك معانا في القايمة، أكلوك وورك أورنج. أنا بحب الفيلم ده، بس النهاية بعد ما اتفرجنا على كل العنف وغسيل الدماغ والمعضلات الأخلاقية الموجودة في الفيلم حوالين الإرادة الحرة، كوبريك بيدينا نهاية جدلية وفي نفس الوقت كوميدية بصراحة. فعندنا أليكس اللي ما كانش أي حد ينفع يعمل دوره غير مالكوم ماكدوول، بعد ما خضع للتكنيك اللي المفروض إنه يعالجه من العنف فهو خف فعلا من الموضوع ده، ولكنه أصبح ضحية للمجتمع اللي حاول يشكله زي ما هو عايز. فالحكومة اكتشفت إن البطل بتاعهم اللي كان هيبقى حل لكل المجرمين كان حرفيا عملية انتحارية، فقرروا يعكسوا العلاج بتاعه عشان يستعيد حرية إرادته، ومع حرية إرادته هيستعيد حبه للعنف. في المشهد الأخير أليكس وهو على سرير المستشفى والابتسامة الشريرة على وشه وهو بيتخيل نفسه بيرجع للعنف والاغتصاب، يعني بيور كوبريك كأنه بيقولك إنك ما تقدرش تفرض الخير على حد، ما تقدرش تخلي حد كويس وهو مش كويس، ولكنك تقدر تخفي حقيقته لفترة طويلة. ولما أليكس في الآخر بيقول أنا خفيت، بتشوف إن المجتمع حواليه ما اتعلمش حاجة، لسه برضه بيبصوا له كأنه قطعة شطرنج سياسية ومش باصين للمشكلة الحقيقية. تميز النهاية هنا إن على جانب معين فدي نهاية مقرفة، في فكرة إن أليكس هيرجع زي الأول، بس على الناحية التانية فهي بتخليك تتساءل حول حرية الإرادة. هل من الافضل تكون وحش وانت عندك حريه اختيارك، ولا تكون شخص كويس وانت ما عندكش حريه انك تكون شخص سيء اصلا؟ كوبريك ما بيديناش اجابه واضحه، وهو ده اللي بيخلي النهايه حلوه. وركز ازاي كوبريك بيوريك عبط الوضع في اللقطه الاخيره، اليكس اللي هو مثال للعنف والفوضى دلوقتي النظام بيحتفل بيه وبيكافئه، نفس النظام اللي كان عايز يدمره قبل كده. تحس انه بيوريك النفاق والفساد اللي جوه المجتمع حواليك. واللقطه الاخيره لما اليكس بيتخيل نفسه جنسيا مع واحده ست، فبيقول تماما كده خفيت فعلا، والفيلم بيقفل. فنهايه اكلوك وورك اورنج مش مجرد نهايه، هي انعكاس للطبيعه البشريه، الحريه والمعضلات الاخلاقيه اللي بتيجي لما تحاول تسيطر على الحريه دي. نهايه غير مريحه ولكنها اكيد عبقريه. نروح للفيلم الثامن معانا وممثل سكورسيزي في القايمه وهو تاكسي درايفر. انا الفيلم ده مشفتوش من زمان، فلو قلت معلومه غلط اعذرني، بس نهايته نهايه حقيقي صعبه، نهايه صادمه زي ما بيتقال من غير بلوت تويست ولا اي حاجه. ترافيس بيكل اللي هو اسم شخصيه الاسطوري روبرت دينيرو هي شخصيه على حافه الجنون طول الفيلم، ولكن في المشهد الاخير بيقع من على الحافه دي، وهي نهايه دمويه بس مرضيه في نفس الوقت. فترافيس بيدخل دخلة انك لميت وانهم لميتون حرفيا عشان ينقذ ايريس اللي هي العاهره الصغيره سنا اللي عايشه حياه كرهيه وما اختارتهاش، اللي عملت دورها جودي فوستر. بحب جودي فوستر برضه. المهم بنشوف حمام دم حرفيا، وترافيس كان هادي جدا بشكل يخليك تخاف منه، كأن كل الغضب اللي اتكون جواه وكل الاحباط من المجتمع اللي حواليه انفجر في اللحظه دي. بس هنا اللقطه ان بعد كل ده الناس بتعتبره بطل، والجرايد والناس بيشكروا فيه وبيتقال عليه انه المنقذ. فانت بتقعد تفكر مع نفسك هو ترافيس فعلا بطل ولا مجرد واحد فقد عقله اتحط في موقف خلى العنف اللي هو عمله ده يتصور انه عمل بطولي؟ فاهم قصدي؟ سكورسيزي برضه مش هيديك اجابه،
وبعدين المشهد الاخير لما ترافيس بيرجع لشغلته وهو شكله هادي وتمام، بس في لحظه كده لما بيبص على المرايه والجزء من الثانيه بتحس ان البارانويا اللي عنده لسه موجوده، فربما هو ما تعافاش بشكل كامل، فشكل القصه هتتعاد تاني من الاول. فالنهايه مش بس انها بتقفل القصه، لا هي تصوير للمجتمع ان ايه تعريفنا للعنف والعداله ومفهوم البطوله والاخلاقيات وعن الشعره اللي بين الغضب والجنون. فهي نهايه حقيقي مش مريحه ولكنها نهايه عظيمه، فيلم بياخدك في رحله من التعمق في نفس البشريه وسط المجتمع الدوشه، وبيقفل باكتر نهايه منطقيه للرحله دي. نروح للفيلم السابع معانا وممثل فينشر في الليست وهو 7. واضحه يعني سابع يبقى 7. نهايه 7 حقيقي واحده من اكتر النهايات الصادمه في تاريخ السينما، فتعالى نتكلم عنها شويه. خلال الفيلم احنا مع المحققين سامرسيت وميلز اللي بيقوم بدورهم مورجان فريمان وبراد بيت، وهما بيدوروا على قاتل متسلسل عنده فلسفه القتل باستخدام فكره الخطايا السبع. طريقة القتل بتاعت خطية الشهوة دي كانت بتطاردني في كوابيسي بعد ما شفت الفيلم. المهم احنا طول الفيلم مش عارفين شكل القاتل والتوتر عمال يعلى لحد ما القاتل بيجي بنفسه لاسم الشرطة وهو متغطي بالدم وبيسلم نفسه، والقاتل طبعا بيكون المبدع كيفن سبيسي في شخصية جون دو. المهم بيروحوا الصحراء وانت من البداية بتكون فاهم ان في حاجة غلط بس مش عارف هي ايه، لحد ما نيجي للحظة المهمة وهي لما الصندوق بيوصل لهم، وهنا بنعرف رعب خطة جون دو ان هو المتحكم في كل اللي بيحصل، واللاست تو سينز اللي هم الحسد والغضب هيتحققوا دلوقتي باكتر طريقة عبقرية ممكنة. اللحظة اللي ميلز بيفتح فيها الصندوق وبيستوعب ايه اللي جوه المفروض انها راس مراته، فبتكون لحظة مؤلمة لأن الطريقة اللي فينشر بنى بيها السسبنس وازاي الكاميرا بتصور وش سمرسيت وهو بيستوعب اللي بيحصل كانت لحظات إخراجية عظيمة. فهنا خطية الحسد بتتحقق من الشرير نفسه لما بيقتل مرات براد بيت لأنه بيحسده على حياته السعيدة، وبعدين لما ميلز بيستريب لغضبه وبيقتل كيفن سبيسي أو جون دو بيكمل السبع خطايا بخطية الغضب، كأن كل حاجة مترتبة بأكتر طريقة شيك ودموية في الدنيا. نهاية 7 نهاية قوية لأنها حقيقة كئيبة لأبعد درجة ممكنة. مفيش عدالة اتحققت، ولكن آخر حاجة بنشوفها هي صورة الراجل المكسور، راجل خسر كل حاجة والقاتل كسب كل حاجة حتى بعد ما اتقتل، لأنه لو ما كانش ميلز قتله كان زمانه خسر ومحققش الخطايا السبع، ولكنه انتصر. نهاية صادمة، واللي بيخلي تأثيرها أكبر كمان هي الطريقة اللي بتجبرك بيها على مواجهة الظلام اللي جوه البشر. خطة جون نجحت لأنه فهم الطبيعة البشرية، فهم ازاي يغضب ميلز لدرجة تخليه يقتله، انه يعمل حاجه في العادي ما كانش هيعملها اساسا. وهو ده الرعب بتاع 7، انه مش فيلم بيتكلم عن قاتل لكنه فيلم بيتكلم على الشر اللي موجود جوانا كلنا. ففي الاخر نهايه 7 ما فيهاش غلطه في السسبنس والرعب النفسي، نهايه مؤذيه وعمرك ما هتنساها لانها بكل بساطه واحده من اكتر النهايات المؤلمه اللي هتشوفها في حياتك. بعدين نخش في الفيلم السادس وممثل ام نايت شامالا معانا وهو اكيد ذا سيت سينس. والله هي مش مقصوده ان السبع 7 والسادس ذا سيت سينس، يعني هي كده، يعني انا لسه واخد بالي دلوقتي. نهاية ذا سيرت سينس واحدة من النهايات اللي بتخليك تشك في كل اللي اتفرجت عليه من أول الفيلم. نهاية بتخليك عايز تتفرج على فيلم تاني من الأول في نفس القعدة عشان تاخد بالك من كل الحاجات اللي فاتتك. فاحنا خلال الفيلم بنمشي مع الدكتور مالكوم اللي عمل دوره بروس ويلس وهو بيحاول يساعد الطفل اللي اسمه كول اللي بيقول إنه بيقدر يشوف الناس الميتة. فطول الفيلم أنت قاعد في جو الفيلم المريب ده بتفكر هل فعلا كول بيشوف الأشباح ولا بيتهيأله. وبعدين تيجي النهاية، اللحظة اللي مالكوم بيستوعب فيها انه كان ميت من بداية الفيلم، كانت لحظة عبقرية من ام نايت شيمالا. المخرج ده عايزين نعمل عنه فيديو لاني بحس انه بيتعرض لكره مش دايما بيكون مبرر، في افلام كتير بوظها بس الراجل مش قليل يعني، خصوصا في افكاره الكتابية زي فيلم اولد وسبليت واخر فيلم عمله اللي هو تراب. المهم انها بتربط لك كل حاجة بطريقة صعب انك تستوعبها اصلا. الطريقة اللي كانت مراته ما بتبصلوش ولا بترد عليه وانه افتكر انه ما كانش بيتعامل مع حد غير كول من بداية الفيلم. ام نايت شامالان كان سايب كل حاجة قصادنا طول الفيلم بس احنا اللي ما كناش واخدين بالنا، واللي بيخلي النهاية قوية هي المشاعر اللي فيها، انها مش تويست رخيص عشان نصدم الناس وخلاص، لا فيها عمق حقيقي مربوط برحلات الشخصيات. استيعاب مالكم انه ميت حاجه بنقفل بيها الارك بتاعه، انه فاهم مصيره خلاص وفاهم ان كول فعلا بيشوف الاشباح وممكن يتعامل معاهم كمان، فالتويست مكتوبه بشكل عبقري مش رخيص. بس تعال نتكلم على ازاي التويست دي بتغير نظرتك للفيلم بشكل كامل. لانك لما بتتفرج على فيلم تاني وانت لازم تتفرج عليه تاني بتشوف كل حاجه بشكل مختلف، كل مشهد كل حاجه ليها معنى مختلف، فنادرا لما تويست تبقى قويه للدرجه دي في اي فيلم عموما، انها مش بس بتصدمك فاهمني، دي بتقوي سرد قصه الفيلم بالكامل. نهاية ذا سيت سينس أسطورية في طريقة كتابتها، إنك تخلط العمق النفسي مع تويست ما تتنساش، دي نهاية نادرا لما بتتكرر لأنها مش بس بتفرقك ولكن بتسيب أثر عليك، بتخليك تفكر في الفيلم كله من الأول وتقدر روعة قفلة الفيلم. نهاية ذا سيت سينس نهاية أيكونيك، نهاية مرعبة ونهاية عاطفية ومثال رائع على إزاي قفلة فيلم ممكن تنقله من فيلم متوسط لفيلم خرافي. بس نخش في التوب 5 بقى ونروح للفيلم الخامس وممثل درابونت معانا وهو ذا ميست. نهاية ذا ميست واحدة من أكتر النهايات الحزينة اللي هتشوفها الفيلم، المفروض إنه رعب، نهاية حزينة مقدرش أصنفها صادمة ولكنها حقيقي صعبة. فبعد رحلة الفيلم المرعبة إن ضباب جواه كائنات قاتلة بترتاح مدينة صغيرة، بنتابع القصة مع شوية من الناجين بقيادة ديفيد رايتون اللي عمل دوره توماس جين. بعد ما بيهربوا من السوبر ماركت بيسوقوا العربية وسط الضباب، بيدوروا على مكان آمن أو خالي من الضباب، بس بنزين العربية بيخلص وهما في نص الضباب، فبياخدوا قرار مرعب. ديفيد بيعتقد ان مفيش امل وما كانش عايز ابنه او التانيين انهم يموتوا موتة صعبة ودموية من الوحوش دي، فبياخد المسدس وبيقتل ابنه واللي كانوا معاه في العربية كنوع من انواع الرحمة. بس بعدين في لحظة غير متوقعة ومحدش كان ممكن يتخيلها، الضباب بيبتدي يتلاشى لحظات بعد ما قتلهم، وبنشوف الجيش بينقذ المتبقيين من النادين، وديفيد بيستوعب انه لو كان استنى ثواني بس كان زمانهم كلهم عاشوا.
فلما تشوف النظرة على وشه تحسه بيقول لنفسه انا ايه اللي انا عملته ده. التمثيل عموما في المشهد الاخير من الفيلم كان فوق الوصف، تحس في وشه بمشاعر اليأس والندم والرعب كلهم في وش واحد. نهاية ذا ميست قوية مش بس عشان رعب الوحوش اللي موجودة، ولكن عشان ازاي الواحد ممكن يوصل لمرحلة اليأس دي، وممكن ده يوصله انه يعمل ايه. فهي برضه نظرة للطبيعة البشرية، وبتخليك تتساءل انت لو كنت مكانه مش كنت هتعمل كده برضه. فهنا قوة النهاية، انهم كانوا معتقدين انهم لو كانوا استنوا كان الوحش هيهجم عليهم، ولكن في الحقيقة لو كانوا استنوا كان زمان كلهم عاشوا. ستيفن كينج بنفسه قال انه بيفضل النهايه دي على نهايه الروايه الاصليه بتاعته، وفعلا هو معاه حق. نادرا لما فيلم رعب بيديك نهايه قاسيه كده، نهايه الناس قاعده بتتكلم عليها لسنين. نهايه ذا ميست نهايه عظيمه لفيلم رعب، صعبه ومرعبه وما تتنساش. ودلوقتي نروح للفيلم الرابع. اه اولد بوي. ابدا منين طيب؟ نهايه اولد بوي نهايه يعني مش عارف اقول ايه والله. واحده من اكتر النهايات اللي انت عمرك ما هتنساها حتى لو شفت الفيلم مره واحده من 15 سنه مثلا. واخد بالك 15 والبطل كان اتحبس 15؟ لا خلي بالك احنا صارفين على السكريبت رايتنج. المخرج مش بس قفل نهايه قصه انتقام، ولكنه اداك صدمه هتخليك متنح لحد ما تدري النهايه يخلص. لما البطل اكتشف ان البنت اللي عمل معاها علاقه دي كانت بنته اصلا، بتحس انك كأن خبطك قطر مثلا. والفكره انه فيلم انتقام من واحد بينتقم منك اساسا. والشرير في الفيلم او المخرج بقى عمل كل تفصيله في الفيلم بشكل ما فيهوش غلطه، بيخليك في نهايه الفيلم بتفكر انا ايه اللي انا شفته ده، وازاي ما اخدتش بالك من كل التفاصيل دي وفاتتك. بس اللي فعلا بيخلي النهايه قويه هو البطل. التحول من شخص عايز ينتقم لشخص مكسور من الحقيقه كان مشهد مؤلم. المشهد اللي بيترجى فيه الفيلن انه يمحي ذاكرته وينسى الحقيقه وبيلحس جزمته، ولما قطع لسانه بيوريك ازاي هو اتدمر من جوه. يعني كان حاجه الواحد ما شافش زيها. والفيلم ما بيديناش اجابه واضحه برضه في النهايه، هل البطل فعلا نسى في الاخر ولا كان بيتظاهر انه نسى. نهايه اولد بوي مش بس بتصدمك ولكنها بتفضل موجوده في دماغك ما بتروحش. الفيلم ده بعد ما شفته اول مره قعدت يجي اسبوع عندي اكتئاب. نهايه بتجبرك انك تواجه اسوأ النواحي الانسانيه، وقد ايه ممكن ناخد الانتقام لمرحله مفيش عقل يقدر يستوعبها، وقد ايه برضه ممكن ناخد التسامح كفكره. ففي الاخر هي واحده من النهايات النادره اللي بتخليك تعيد التفكير في الفيلم تاني من الاول، وفعلا بتكون عايز تشوفه تاني ولكنك ما بتقدرش. الفيلم كئيب لدرجه تخلي فكره مشاهدته تاني اصلا صعبه بعد الصدمه الاولى، اللي هي صدمه هتفضل تفكر فيها الايام او اسابيع او حتى شهور بعد ما تخلص الفيلم. فده معناه انها اكيد نهايه ما فيهاش غلطه. نخش في التوب 3 والفيلم التالت معانا وممثل ارنوفسكي في القايمه، فيلم بلاك سوان. نهايه بلاك سوان واحده من اشد النهايات المشحونه عاطفيا في السينما الحديثه. نهايه بتقفل رحله نفسيه عصيبه فعلا. في خلال الفيلم احنا معنينا سايرز اللي عملت دورها ناتالي بورتمان، اللي حرفيا بتفقد عقلها وهي بتحاول تعمل دور البجعه الملكه بشكل مثالي في رقصه بحيره البجعه. هوس نينا بالمثاليه بيكون في نفس الوقت مع ضغط مخرج الرقصه توماس وضغط امها المجنونه، فكل ده بيزقها على حافه الجنون حرفيا. فطول الفيلم نينا بتتخانق مع نفسها وهي بتحاول تجسد الاتنين مع بعض، البجعه البيضه البريئه وتجسد البجعه السوداء المغريه الخطيره. فلما بنوصل لاخر تلت في الفيلم، نينا بتكون فعليا فقدت عقلها. الخط بين الحقيقه والخيال بيتلاشى، وبتحس انها نفسيا تايهه بين شخصيتها والشخصيه اللي هي بتمثلها. وبتوصل للبيك لما بتكون بارانويد لدرجه انها بتفكر انها قتلت منافستها ليلي، اعتقادا منها ان دي الطريقه الوحيده انها تامن مكانها كالبجعه الملكه. بس بعدين بيجي وقت العرض، لما نينا بتطلع على المسرح وتجسد البجعه السوداء بشكل مثالي وساحر ولكنه في نفس الوقت مرعب. عينها الحمراء والاجنحه اللي طلعت لها كانها اتحولت بشكل كامل لبجعه مش انسانه بتعمل دور بجعه. فاهم فكره البرفكشن؟ اتحولت للشخصيه وخسرت نفسها جوه الدور، كانت بترقص بقوه وشغف جميل وحزين في نفس الوقت، كانك بتتفرج على شخص بيوصل للقمه ولكن في نفس الوقت بيدمر نفسه. وبعدين بعد ما بتخلص الاداء الاسطوري وبترجع الاوضه بتكتشف ان الشخص اللي قتلته ما كانتش ليلي ولكنها قتلت نفسها. الجرح ده نتيجه للجروح النفسيه اللي كانت شايلاها طول الفتره دي. وبعدين لما بتقع وهي بتنزف وبتقول جملتها الاخيره انا كنت مثاليه، المفروض انها كلمه حلوه ولكنها حزينه، ان في نفس اللحظه دي هي حققت الكمال اللي كان نفسها فيه ولكنها خسرت كل حاجه تانية. نهايه بلاك سوان قويه لانها مش بس عن ضغط انك تكون مثالي، ولكنها عن خطوره انك تفقد عقلك في سعيك للمثاليه. فحاجه مأساويه طبعا الاثر اللي ممكن يسيبه موضوع زي ده فيك سواء على عقلك او جسمك. فارنوفسكي بيسيبنا بالصوره المرعبه بتاعت نينا اللي اخيرا وصلت للكمال بس على حساب حياتها سواء حرفيا او مجازيا. نهاية بلاك سوان نهاية عظيمة أنا بحبها لأني بتفهمها أنا بشكل شخصي. يعني نهاية مؤلمة وحزينة ولكنها بكل تأكيد قفلة مثالية لرحلة نينا. الفيلم بيفضل في دماغك فترة بعد ما تشوفه وبيخليك تفكر في الخط الرفيع بين الاجتهاد والهوس والسعر الحقيقي للمثالية. بس نروح دلوقتي للفيلم التاني في القائمة وممثل نولان معانا، طبعا انسبشن. نهاية انسبشن واحدة من أكتر النهايات الجدلية في تاريخ السينما، نهاية بتخليك تتساءل عن الفرق بين الحياة والحلم، وأكيد الغموض ده كان عبقري في الفيلم. فخلال الفيلم احنا مع دوم كروب اللي عمل دوره ليوناردو دي كابريو المتخصص في التتبع والتلاعب بالأحلام، بس عنده مهمة انه يحقق حاجة أقرب للمستحيل، وهي انه يزرع فكرة في العقل الباطن لشخص بشكل عميق لدرجة انه يفتكر انها فكرته الخاصة. بس هدف كروب الحقيقي فعلا هو انه يرجع لأطفاله، حلم بيطارده من وقت موت مراته. بس لما بنوصل للمشهد الاخير كوب نجح في مهمته واخيرا راجع بيته مع ولاده، بس قبل ما يروح لهم بيلف التوتم بتاعته او النحله لانها بتساعده في التفريق بين الحياه والحلم. لو فضلت تلف من غير ما تقف فهو بيحلم، لو وقفت فده معناه انه في العالم الحقيقي. وهنا نولان بيلعب بينا، الكاميرا بتركز على النحله ولما بتبدا تبطئ الفيلم بيخلص، فما بنعرفش هل فعلا النحله بتقف ولا بتكمل لف.
وهنا عبقريه النهايه مفتوحه للنقاش. نولان ما بيديناش اجابه اكيده. من ناحيه ممكن تقول ان مش مهم كوب بيحلم ولا لا، المهم انه قرر انه يسيب النحله وما يشغلش باله ايه اللي حقيقي وايه اللي حلمه ويتبسط مع ولاده وخلاص. من الناحيه دي فهي نهايه مثاليه، ان اخيرا كوب بيعيش في سلام بعيدا عن حقيقه الواقع اللي هو عايش فيه. بس الناحيه التانيه فالغموض ده هيخليك تقعد تفكر شويه حلوين يعني. هتفكر هل الفيلم من اوله لاخره كان حلم؟ هل كوب لسه بيحلم ولا رجع للعالم الحقيقي فعلا؟ نولان خلى الاحتمالين فعلا ينفعوا، فعشان كده كله بيتكلم على النهايه لحد دلوقتي. نهايه انسبشن مش مجرد تويست، لا كتابيا كانت القفله الافضل للقصه، بتتحدى المشاهدين انهم يفكروا فبتربطهم بالفيلم لفتره اطول من مجرد الساعتين بتوعه، وتخليهم يعملوا نظريات ونقاشات كمان عن الفيلم ويتفرجوا عليه كذا مره، فعشان كده ايكونيك. نهايه انسبشن نهايه عبقريه غامضه، وزي ما قلت لك النهايه المثاليه. الفيلم بيتكلم عن طبيعه الواقع والاحلام. ونروح لرقم واحد من وجهه نظري، ممثل داميان شازيل في الليست، لا لا لاند. في البدايه عايز اقول اني شخص بيكره الافلام الرومانسيه، يمكن لا لا لاند الفيلم الرومانسي الوحيد اللي انا شفته في حياتي مثلا. بس نهايته، لا لا لا، لا لا ولا لا لا مش مقصودة والله. المهم يعني، واحدة من أفضل النهايات الجميلة الحزينة في نفس الوقت. حاجة مثالية، نهاية هتثبت في دماغك، ما اعتقدش إنها هتطلع لوقت طويل يعني، بتسيب الواحد مبسوط وزعلان في نفس الوقت. فبعد الرحلة الرومانسية لمايا وسيباستيان، شغفهم لأحلامهم والتحديات المستحيلة اللي بتيجي وهما بيحاولوا يوازنوا بين الحب والشغف، بنروح للنهاية. تسلسل كان مش طبيعي، عدى 5 سنين، مايا حققت أحلامها، بقت ممثلة مشهورة، سيباستيان قدر يفتح نادي الجاز بتاعه، بس في حاجة ناقصة، إنهم ما بقوش مع بعض. فلما مايا بتدخل سيبس، نادي الجاز بتاع سيباستيان، ولكن مع جوزها، تقدر تحس بالطاقة بتاع جملة يا ترى كان ايه اللي هيحصل لو. فسيباستيان بيقعد على البيانو وبيبتدي يعزف الموسيقى بتاعتهم. بالمناسبة الأغاني والسكور بتاع الفيلم ده أنا بشغلها لحد دلوقتي على سبوتيفاي يعني. المهم إننا بننتقل لواقع مغاير، عبارة عن حلم جميل، سيناريو ماذا لو، رؤية للحياة لو كانت كل حاجة مشيت زي ما هما كانوا عايزين وفضلوا مع بعض. روعة النهاية إنها بتوريك جمال الخيال مع قبح الواقع. في التسلسل الخيالي ده بنشوفهم عايشين مع بعض حياة مثالية، بيحبوا بعض، الاتنين حققوا أحلامهم، عملوا عيلة وفضلوا جنب بعض في كل المشاكل والصعوبات. الطريقة اللي شازيل عمل بيها المونتاج بالألوان الجميلة المفرقعة وطريقة حركة الكاميرا والموسيقى اللي في الخلفية كانت فعلا أشبه بالحلم، كأنه جواب حب للأفلام الموسيقية في هوليوود. وبعدين زي الحلم ما بيبدأ زي ما بيخلص، بنرجع تاني للواقع السيء، إن مايا وسيباستيان في الحقيقة مش مع بعض. كانت لحظة قوية لأنها بتجبرك على مواجهة الحقيقة. أحيانا بيكون الحب شيء غير كافي، أحيانا حتى لو شخصين حرفيا مثاليين لبعض الحياة بتفرقهم غصب عنهم. فهي نهاية صريحة، قوية، وفي نفس الوقت جميلة، لأنها بتوريك إن حتى لو كان حبهم فعلا حقيقي وعميق، فما كانش مكتوب لهم إنهم يفضلوا سوا. بس هنا الحاجة اللي بتخلي النهاية أجمل كمان، النظرة الأخيرة اللي بيبصوها لبعض. بتحس إن هما الاتنين لوهلة شافوا السيناريو بتاع ماذا لو كنا فضلنا سوا. محدش منهم زعلان من التاني أو بيقول أنت السبب إننا مش مع بعض. لا لا خالص، الاتنين فاهمين إن الدنيا بتمشي كده ومحترمين ده، عارفين إنهم كانوا بيحبوا بعض فعلا وكانوا هيساندوا بعض في تحقيق أحلامهم. ولكن في الحقيقة كل واحد قدر يحقق حلمه بعيد عن التاني، ويمكن ما كانوش هيقدروا يحققوها لو فضلوا سوا. نهاية لا لا لاند أسطورية لأنها مش مجرد قفلة لفيلم رومانسي، هي انعكاس على الاختيارات اللي بناخدها، الأحلام اللي بنطاردها، والتضحيات اللي أكيد هنعملها عشان نوصل للأحلام دي. مزيج مثالي بين الفرحة والكآبة، ملفوف في طابع موسيقي من أجمل ما يكون، بيخليك حاسس بكل المعاني اللي شازيل عايز يوصلها له. أنا بصراحة مبهور إزاي شازيل قرر إنه ياخد قصة كانت ممكن تنتهي نهاية سعيدة عادية زي أي فيلم رومانسي، ولكنه خلاها قصة أغنى، حقيقية أكتر من بس نهايتها. فأنا حاسس إني طولت. نهاية لا لا لاند مش بس عظيمة، هي قطعة فنية، سيمفونية من المشاعر بتخليك تفكر في الحب والأحلام والطرق اللي بنختارها. نهاية هتخليك عايز تتفرج على فيلم تاني وتالت عشان تعيش الحلم الجميل ده تاني، وتقفله قبل ما توصل لنهايته الحزينة. وبس كده، أنا كده خلصت فيديو يمكن يكون طويل شوية بس تعبت في كتابته حقيقي. فلو عجبك الفيديو اعمل لايك لأن ده فعلا بيساعد، لو ما عجبكش اعمل ديسلايك عادي، ولو حاسس إنك تحب تسمعني بتكلم تاني اعمل سبسكرايب. واللينك ثابت فتح في القناة، هسيب لك اللينك في الديسكريبشن، تقدر تروح تاخد بصة، هتلاقي مميزات حصرية متأكد إنها هتعجبك. وبس كده، سلام عليكم.